وسليمة، اليوم غادي نحكيو على واحد القصة اللي هزات انجلترا كاملة في الستينات. سرقة القطار العظيم. تخيلي معايا ليل بارد، الضباب طايح والسكة ديال الترانات خاوية غير من صوت الريح. ياسين، وهذا الشيء كامل بدا في 1963. كان واحد الراجل سميتو بروس رينولدز، ماشي غير شفار عادي، كان كيعتبر راسو فنان ديال السرقة. كيجلس في الحانات ديال لندن وكيخمم في ضربة تغير حياته. نهار من النهارات جمع صحابو تشارلي ويلسون، روني بيغز وباستر إدواردز. قال لهم راه كاين واحد القطار ديال البريد الملكي عامر بالملايين وما كاينش عليه حراسة مزيانة. تصور معايا السكات، تا واحد ما صدق في الاول. الملايين غاديه تمشي في تران في الليل بلا حتى شي حمايه قويه. فكره كتبان حمقى ولكن ذكيه بزاف. من تما بدا التخطيط الصح. داروا مستودع قديم برا لندن بحال غرفة عمليات، الخرائط ديال السكة فوق الطابلة، أوقات المرور، الإشارات الضوئية، كل شيء محسوب بالثانية. المشكله الكبيره كانت شكون غادي يسوق التران ملي يوقفوه. حتى جاب روني بيغز، واحد الراجل كان سائق تران متقاعد. قال لهم الا بدلتوا الاشاره من الخضراء للحمراء السائق غادي يوقف بوحده. وبداو كيتدربوا في الليل، لابسين القفازات، كيهضروا بالهمس وكيتعاملوا مع القضية بحال شي مغامرة ديال الدراري، ولكن راه كانت جريمة غادي تدخل للتاريخ. مع بداية غشت كل شيء كان واجد. كراو واحد المزرعة خاوية باش يهربوا ليها من بعد، وجابوا شاحنة كبيرة باش يهزوا الأكياس ديال الفلوس. ليلة 7 غشت الشتا خفيفة والساعة قريبة ل3 الصباح. القطار خرج من غلاسكو عامر بكثر من 120 كيس ديال الفلوس، رواتب، مداخل ديال البنوك، أحلام ديال الناس ما عارفين والو. بروس رينولدز وقف حدا السكة وقال لصحابو سمعوا، ما بغينا حتى شي دم، غير الفلوس وصافي. وكان الضو ديال التران كيبان من بعيد بحال عين كتشق الظلام. ومن هنا غادي تبدا اللحظة الحاسمة، لحظة الوقفة، الخوف والغلطات اللي ما كانش في الحساب. ولكن هذه غير البداية، والباقي كتر تشويق بزاف. عند اللحظة اللي بان فيها ضوء التران وسط الظلام والرجالة كيتسناو الإشارة الحمراء اللي بدلوها بيديهم. بالضبط. السائق مسكين ما شك في والو، شاف الضوء أحمر، دار الفرينة، والقطار بدا كيبطأ حتى وقف واحد البلاصة خاوية حدا جسر برايديغو. ومن تما خرجوا الرجال بسرعة لابسين الماسكات وبيدهم العصي، مشاو مباشرة لعربة البريد فين كاين الذهب الحقيقي، الأكياس ديال الفلوس. ولكن وقع مشكل ما كانش في الحساب. السائق ديال القاطرة تعرض للضرب بلا ما يقصدو، حيت واحد من العصابات تخلع وزاد فيه شوية. هاد الغلطة غادي تولي من بعد دليل كبير ضدهم. من بعد جابوا السائق المتقاعد اللي جابوه معاهم باش يسوق التران لبلاصة أخرى بعيدة على المحطة، ولكن حتى هو تخلع وقال لهم أنا ما قادرش نسوق هذا الموديل الجديد. وهنا بانت الفوضى. رينولدز بدا كيعيط، الوقت كيدوز وأي دقيقة ممكن شي ترين آخر يوصل ويكشف كل شيء. في الأخير اضطروا يخليوا القاطرة في بلاصتها وينقلوا غير عربة الفلوس للشاحنة ديالهم. بداو كيهزوا الأكياس واحد بواحد، تخيلي 120 كيس، كل واحد عامر بأوراق نقدية جديدة كتلمع في العتمة. المنظر كان بحال شي حلم، رجال غارقين في العرق وعيونهم كتضوي بالطمع والخوف في نفس الوقت. حتى واحد فيهم ما كان باغي يرجع فقير كيف كان. من بعد ساعة تقريبا سالاو، الشاحنة ولات ثقيلة بالفلوس والتران بقى واقف بحال جثة حديدية في وسط الليل. هربوا للمزرعة اللي كراوها من قبل، وصلوا هما ما مصدقينش راسهم. داروا أكبر سرقة في التاريخ بلا حتى طلقة رفاس وحدة. جلسوا داك الصباح كيقسموا الغنيمة، كيشربوا الشاي ويضحكوا. كانوا كيحسب ليهم اللعبة سالات، ولكن الحقيقة أن المتاعب غير دابا غادي تبدا، حيت البوليس البريطاني ما كانش غادي يسكت، والغلطات الصغيرة اللي داروها غادي تولي خيوط تشدهم واحد مور الآخر. من بعد ما العصابة فرحات بالغنيمة في المزرعة، كان كيظنوا باللي القضية تسدات، ولكن البوليس البريطاني بدا كيتحرك بسرعة ما كانوا متوقعينهاش. أول غلطة كبيرة داروها هي أنهم بقاو مجموعين في داك المخبأ أيامات، كيلعبوا الوراق، كيشربوا وكيخليوا بصماتهم في كل بلاصة. الجيران شكوا في الأمر وبلغوا على حركة غريبة. نهار مشات الشرطة للمزرعة لقاو كيسان الشاي، الأكل وحتى لعبات المونوبولي عامرة بالبصمات.
ومن هنا بدا الخيط يتجمع، واحد مور الاخر بداو كيتعرفوا على الاسماء: تشارلي ويلسون، باستر ادواردز، وحتى العقل المدبر بروس رينولدز. المحاكمات كانت قاصحة بزاف، القاضي عطاهم أحكام وصلت ل 30 عام ديال الحبس، حيث الدولة اعتبرت السرقة ضربة لهيبة بريطانيا كاملة. ولكن أشهر واحد فيهم كان هو روني بيغز. هاد السيد دار شي حاجة بحال من الأفلام، هرب من الحبس بمساعدة صحابو وقطع البحر حتى وصل للبرازيل. عاش تما سنين طويلة ولا بحال النجم، الصحافة كتكتب عليه، الناس كيتصوروا معاه، وحتى البوليس البريطاني ما قدروش يرجعوه حيث القانون كان حاميه. أما بروس رينولدز فاختفى مدة، تقلب بين دول أوروبا، ولكن في الأخير تشد حتى هو ورجع للحبس. الفلوس اللي تسرقات جزء كبير منها ضرب وتفرق، والقليل اللي رجع الحلم ديال الملايين تبدل الحياة ديال هروب وخوف وسجون. ولكن رغم هاد الشي كامل، سرقة القطار العظيم بقات أسطورة، ناس كيشوفوها جريمة وناس كيشوفوها أكبر عملية ذكية في التاريخ. قصة كتعلمنا باللي حتى أخطر خطة ممكن تطيح بسبب تفاصيل صغيرة، بصمة، غلطة ولا دقيقة ديال الطمع زايد. وهكذا سالت الحكاية، ولكن الصدى ديالها باقي حتى اليوم في الأفلام والكتب وحكايات الليل. كنت معكم أنا ياسين، وأنا سليمة، وهذه كانت قصة سرقة القطار العظيم.